قاعد بيعاكس في البنات هو وصاحبه وبيبصوا على الرايحة والجاية، وفجأة بتلفت نظره بنت قاعدة مع أصحابها وبيقول له صاحبه ماكندر ما انت لازم تكلمها، يلا دي فرصتك. لكن شون بيكون خايف وبيقوله مش دلوقت، بس شوية وبيعدوا من قدامهم وبيفتح ماكندر معاهم كلام وبيقول هو انت مرتبطة؟ فبتقوله هيلين الكلام ده لمين بالظبط؟ دي متجوزة ودي مش عايزة ترتبط، انما انا بكره الرجالة اصلا. وبعدين بقى بتهزقهم وبتمشي، فصاحبه بيضحك عليه وبيقوله مش دي الطريقة اللي بتجيب معاهم اساسا. بس فجأة بتطلع ست شكلها غريب من خيمة وبتقول لها أليسون كنت عارفة ان انت هتكوني موجودة هنا، تعالي عايزاكي. فبتبص لاصحابها وهي مستغربة، وبعدين بيدخلوا عشان يشوفوا هي عايزة ايه، وبيبان انها ست ساحرة وبتاخد ايد صاحبتها عشان تقرا لها الطالع، وبتقول لها مغامرة وما بيهمهاش حد، هتدخلي في مهمة صعبة لكن هتخرجي منها بسلام. اما المتجوزة بتقول لها عايزة اخس وجوزي يتخن شوية، لكن الساحرة بتقول لها تهدي اعصابها، هي مش بتحقق احلام هنا، لكن الفترة الجاية هتحصل لها مفاجأة وهتبقى مفاجأتين في خبر واحد. وبيجي دور أليس وبتشغل البلورة اللي قدامها وبتقول لها توأم روحك هيقابلك قريب واسمه ظاهر قدامي اهو، هيكون اسمه جون، بس لازم تدور عليه لانها بعد ما تلاقيه على طول هتنجح جدا في شغلها وهتبقى مليونيرة. وخليكي فاكرة لو ارتبطتي بحد اسمه اي حاجة غير جون مش هتنجحي في شغلك ولا هتبقي مليونيرة. لكن أليسون ما بتهتمش بكلامها وبتقول لاصحابها انها ما بتركزش مع كلام الناس دي خالص، وبيروحوا بعدها يركبوا لعبة وبتضطر أليسون إنها تركب لوحدها مع طفل صغير، فأصحابها بيتريقوا عليها وبيقولوا لها توقعات العرافة صح، حبيبك قاعد جنبك أهو. فبتحس أليسون إنها خايفة، لكن بيجيلها تليفون وبيبان إنها نسيت الحنفية مفتوحة وشقتها بتعوم، وأصحابها بينزلوا من اللعبة لكنها بتتحبس فوق، وبيجي الشاب اللي أعجب بيها وبينقذها، وبتفضل ماسكة في التيشيرت بتاعه وشكلها كده هتقطعه، وبتشكره بعدها على العمل البطولي اللي عمله معاها. وساعتها بتعرف ان اسمه شون جون كلها تشابه اسماء مش هتفرق يعني، المهم يكون عريس. وبتضطر تروح تقعد عند صاحبتها هيلين عشان تقعد عندها كام يوم لحد ما شقتها تنشف لان الفرش كله مبلول. اما ريموندا بتكلمهم وهي قاعده وسط ولادها وبتقول لهم فاكرين كلام الساحره؟ هي مش قالت برضو ان شقتك هتتملي ميه النهارده؟ لكن هيلين بتقول لها انها ممكن تكون صدفه. اما أليسون بتعرفها انها مش هتشغل دماغها بيها، لكن تاني يوم بتتفاجئ لما بتعرف ان القسم بتاعها استغنوا عنه في الشغل. ايه ده؟ يعني انا مش هترقى الترقية المتأخرة؟ لا، انت موجودة هنا عشان طرد. فبتروح البيت وهي متعصبة ومش عارفة ايه اللي بيحصل لها. اما صاحبتهم ريموندا بتجيلهم بمشكلة اكبر وانها حامل في توينز، ده غير الاتنين اللي عندها كمان، وبتبقى مش عارفة هتعمل ايه وتتصرف ازاي. فبيحسوا ان كلام الساحرة هيتحقق، مش هي قالت هيجيلها خبر جواه مفاجأتين؟ وبتروح أليسون بسرعة عشان تشوفها تاني، لكن بيلاقوا الباب مقفول. وفي اللحظة دي بيجي شون وبيقول لهم لو عايزين الساحرة زوي هي مشيت من أسبوعين لأن الكرنفال خلص، وإنها ست متنقلة مع الاحتفالات والكرنفالات. وبتقول له أليسون هو مش أنت اللي أنقذتني برضو؟ ممكن أعرف أنا طول الوقت بقابلك ليه؟ وبتاخد صاحبتها وبتمشي من المكان وبتبقى مش طايقاه، وبيبان إنها متضايقة عشان مش هتعرف تقابل الساحرة تاني. لكن هيلين بتقول لها خلينا نعمل زي ما قالت الساحرة بالظبط، وإنها تبدأ تدور على توأم روحها ولازم يكون اسمه جون، مش يمكن تبقى مليونيرة فعلا. أما شون وصاحبه لما بيكونوا بيتكلموا بيقولوا فاكر البنت اللي أعجبت بيها؟ شفتها تاني امبارح لما كانت بتدور على الساحرة زوي. في الوقت ده بتكون أليسون وصحابها بيقعدوا يفكروا هي تعرف كام جون في حياتها، وبتفضل بقى تفتكر كل الناس اللي قابلتهم، دكتور الأسنان، جار جديد، صيدلي، اي حد اسمه جون. وبيلاقي ماكندر الرخصة بتاعتها وبيروح يقول لصاحبه ان دي فرصته ولازم يروح يتعرف عليها، وعن طريق العنوان اللي في الرخصة بيوصل لبيتها. وبيفضل يفكر يمشي ولا يكمل لحد ما بيتجرأ وبيدخل بيتها، لكن بيلاقي العمال بينظفوا المكان وبيقولوا له ان المية بوظت بيتها وانها مش هترجع قبل 3 أسابيع. فبيكون متضايق قوي لان قصته معاها معقدة جدا. وبيتحرك شون من هنا وهي بتركن مكانه على طول، ولما بتشوف العامل بيقول لها ان في حد جه وسأل عليها، فبتكون مستغربة انه ما سابش اسمه.
او اي حاجة تدل عليه. ولما بتروح تفطر في مطعم بتسمع اسم جون فبتبص عليه على طول، لكن بيطلع مرتبط. ولما بتيجي ماشية بتخبط في شون من غير ما تاخد بالها، وبيكون مستغرب من الصدفة الغريبة دي، وبيديلها الرخصة بتاعتها وبيعرفها انه راح لها البيت من شوية. فبتقوله مش عارفة وقعت مني فين ولقيتها ازاي، بس الحقيقة صدفة كترت قوي. ولما بتروح البيت بتلاقي اصحابها علقوا صور كل اللي اسمهم جون من نفس المدينة، وبيقولوا لها انهم عملوا قائمة بكل التفاصيل عنهم ومؤهلاتهم، وبيبدأوا يخلوها تختار عشوائي عشان يقولوا لها على الصفات. وبيبان ان طلباتها صعبة جدا في الراجل اللي عايزة تحبه، وانها مش بتوافق على اي حد بسهولة. وبيستبعدوا 24 جون من الجونات الكتير اللي على الحيط، وبيعملوا لها ملف معاهدة عن بنت بتدور على رفيق روحها بس لازم يكون اسمه جون. وبتروح بقى مع صاحبتها عشان متابعة الحمل، وإذ فجأة لما الدكتور بيدخل الأوضة بتتفاجئ انه زميلها القديم ايام المدرسة، وساعتها بتفتكر ان اسمه جون. ولما بتروح البيت بتعرف صحابها انها خايفة جدا تتقابل مع حد، لان اخر ميعاد غرامي راحته كان من سنين كتير وما بقتش عارفة تعمل ايه بالظبط. وبيعدي عليها اول جون، ولما بتفتح الباب بتخرج بسرعة قبل ما يشوف ال200 جون المتعلقين غيره جوه. لكن بمجرد ما بترجع صحابها بيسألوها مناسب ولا لا، فبتقول لهم ما ينفعش نهائي، ده طلع دمه تقيل جدا. عارفين عمل ايه؟ اشترالي ايس كريم ورجعني على طول. وفي الميعاد اللي بعده بتتفاجئ انه جاي يقابلها بشبشب وشراب، ده بيترفض من قبل ما يتقبل اصلا. واللي بعده بقى بيطلع شيف لكنه بيكون متجوز. اما جون رقم 3000 مثلا بيطلع عنده عضلات ومش بيتكلم في حاجة الا الرياضة. واللي بعده لما بتروح تقابله بيطلع مدمن بلاي ستيشن ومش معبرها، وبيعدي الوقت حاسه انها مش هترتبط ابدا. ولما بتقعد مع اصحابها بتقول لهم مش يمكن طريقتنا غلط، وانها محتاجه تقابل الناس اللي تعرفهم فعلا، مش ناس غريبه من على تطبيقات مواعده. وساعتها بتقرر انها تقابل الدكتور جون، لكن بالصدفه بيكون شون هناك وبيشاور لها على طول، وكل 3 ثواني بيبص لها وبيضحك. فبتحاول تفهمه يبص قدامه، وفجاه لما بيكون جون بياكل بتدخل حاجه في زوره وبيجي شون عشان ينقذه. فبتكون آلي بدأت تشوفه بنظرة تانية، وإنه هيرو وكل شوية بيظهر في حياتها عشان بس ينقذها من مشكلة. وبتروح تحكي لأصحابها إن الميعاد كان ماشي كويس قوي لحد ما قابلت الشاب بتاع الإنقاذ اللي كل شوية بتلاقيه في مكان وكأنه ماشي وراها. وفي الوقت اللي بيحكي فيه لصاحبه عنها وإنه كل ما يشوفها بيلاقي نفسه بيبصلها، أليسون بتدخل المكان أصلا وبتقوله إنها جاية عشان تشكره على الإنقاذات الكتير اللي في حياتها دي، بس كانت عايزة تسأله سؤال، هو بيبص لها كتير كده ليه؟ فبيضحك وبيقول لها ولا حاجة، أنا كنت ببص على حد قدامك على فكرة، بس أكيد أنت فهمتي غلط. وبيبان إن أليسون بتحب تتكلم معاه أكتر، وبتحب إنها تسأله عن شغل كتير، وبتبقى بتبص له بصة ماي هيرو، وبتقول له وقتها هو مين اللي خلاك تشتغل في حاجة زي كده؟ فبيقول لها والدتي هي اللي طول الوقت كانت بتتكلم معايا عن إن الشخص لازم يكون مفيد للي حواليه وبيساعد الناس أكتر في مشاكلهم. فبتكون منبهرة بالكلام اللي بيقوله، وبمجرد ما بيطلب رقمها بتديهوله على طول، ده بحجة يعني إنها لو حبت تتعلم حاجات عن الإسعافات الأولية هو ممكن يقولها لها. أو بتبدأ تجيلها فكرة بإنها ممكن تخلي شون يعلمها إزاي تبقى فني طوارئ طبية، لأنها حبت الشغل ده جدا. وبتبدأ تحكي له إنها سابت شغلها من أيام وحابة تدخل في كارير جديد. أما شون بيعرفها إنه هيرشح لها أماكن تاخد فيها كورسات عشان تبقى فني طبي معتمد. ولما بتحكي لأصحابها عن قرارها ده بيكونوا مستغربين جدا، هو انت لحقتي تفكري؟ مش عادتك يعني. ولما بيقابلها تاني بيبقى عايز يسألها عن الناس الكتير اللي بتخرج معاهم، فبتقوله ان ده موضوع معقد شوية، وبيبقى باين قوي انها مش حابة تتكلم. هتقوله ايه يعني؟ انها ماشية ورا تخاريف ست عجوزة. وبمجرد ما بتروح بتقرر انها تشيل كل الصور، ومن اللحظة دي بتبقى مش عايزة تقابل حد تاني، وبتقول لأصحابها مش يمكن التخاريف دي مش حقيقة أساسا. وبتعدي الأيام وأليسون دايما بتقابله وبيذاكر معاها المحاضرات بتاعتها كمان، وكل ما بتكون محتاجاه في حاجة بتسأله. بس الغريب إنه في نفس التوقيت دكتور جون بيقرب منها وبيبقى طول الوقت عايز يشوفها. أما أليسون بتبقى محتارة قوي تقابل جون أكتر وتخرج معاه، وممكن لما ترتبط بيه تبقى مليونيرة، ولا تقرب من شون اللي مرتاحاله أكتر وحابة تشوفه. وبيبقى باين قوي إنها محتارة بينهم
بينهم هما الاتنين. وفي يوم بتروح له هي بتجري عشان تعرفه انها نجحت في الامتحانات، فبيعزمها انهم يقضوا الويك اند مع بعض، وبيعرفها وقتها انه انجذب ليها من اول مرة شافها مع اصحابها، ومن وقتها وهو بيشوفها قدامه في كل حتة، ومش يمكن تكون من نصيبه والقدر بيحطها قدامه. ومجرد ما بتروح صحابها بيسألوها هي بتقابل شون كتير ليه، فبتقول لهم أليسون انها معجبة بيه وانه اسهل في المعاملة من دكتور جون. دايما بتحس معاه انها مش محتاجة ترتب كلامها قوي على عكس كل الناس، وان احساسها بيقول لها ان ده الشخص المناسب ليها. وبتدي ميعاد لدكتور جون عشان تعرفه انها بتحب واحد تاني، بس من حظها الوحش ان شون بيكون موجود في نفس المكان وكان جايب لها ورد عشان يقابلها. ولما بيشوفهم مع بعض بيتصدم، وبمجرد ما بتخلص مقابلتها على طول بتروح لشون عشان تقابله، لكنها ما بتلاقيهوش، لكن صاحبه بيعرفها مكانه. واول ما بتوصل هناك بتتفاجئ انه بيعاملها وحش وانه حتى مش قابل يكلمها، لكنها بتكون مصممة تحكي له على اللي حصل من البداية، وان العرافة قالت لها لازم تدور على توأم روحها واللي هيكون اسمه جون، وانها بمجرد ما تلاقيه هتبقى مليونيرة وناجحة جدا في شغلها. عشان كده كان دايما بيشوفها مع ناس مختلفة لانها كانت بتدور على جون ده، لكن بتعرفه في اللحظة دي انها مش عايزة الثروة ولا اي حاجة، هي عايزاه هو. لكن شون بيعرفها انه شافها النهاردة مع دكتور جون وانه مش مصدق كل كلامها ده، وفي اللحظة دي بيسيبوا بعض. وبيعدي الوقت وأليسون بتعيش مع نفسها وشون بيقرر يبعد عنها نهائي، وتاني يوم بترجع لشقتها من تاني. اما صاحبه بيعرفه ان كل الناس بتجري ورا الثروة وما يزعلش لو هي فكرت كده في وقت من الاوقات، المهم انها في النهاية فضلته هو. وبتروح نفس المكان اللي شافها فيه وبتركب نفس اللعبة برضو على امل انها تفتكره، لكن بتتفاجئ ان شون موجود هناك وبيقعد جنبها كمان، وبتسأله وقتها بيعمل ايه هنا، فبيعرفها انه جاي عشانها وغلط لما سابها من بدري، وبيبدأ يعرفها انه مسامحها على كل حاجة حصلت وانه عايز يبدأ معاها من جديد كمان. لكن اللعبة بتعطل بيهم، وساعتها بتتأكد انه من نصيبها وانه الشخص المختار ليها كمان. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيلم تعملوا لايك ومتابعة.